سلام البنات. دائما مع منتجات متوفرة في السوق الجزائرية ورأيي الصريح فيها. منتج اليوم اللي جبته لكم هو هذا الجلدوش من ماركة فينيوس. ماركة معروفة في السوق الجزائرية. العبوة هذه دير 14,000. فيها 200 مليلتر. علاش جبت لكم هذه لا مارك بالذات؟ بروميامون هي ماركة وطنية، من شركة فينوس، من مخابر فينوس. الحاجة الثانية اللي عجبني في هذا الجال، إني أنا جربت ماركات كبيرة، ماركات عالمية كبيرة متاع الجلدوش، وحقيقة أنا ما لقيتش فروقات كبيرة بينهم وبين هذا الجلدوش من الصنع المحلي. بالعكس يعني كاين ماركات استعملتهم، ماركات ممتازة استعملتهم، ما لقيتهمش يرغيو كما يرغي هذا ال الجلدوش تاع فينوس. حاجة مليحة بالنسبة ليا، حاجة مليحة. الرغوة تاعو ممتازة، يرغي لك مليح. العطر تاعو تاني جميل جدًا. كاين عطر الفاني وعطر الورد. أنا نهضر طبعًا على هذه لا gamme اللي تاع القوام الكريمي، ما نهضرش على هاذيك اللي تجي قوام مائي وبعطر الفواكه et cetera. هاذيك ما حبيتهاش بصراحة. أنا نحب بزاف هذا النوع الكريمي هذا، قُلت فيه الفاني وفيه عطر الورد. حقيقةً هو يرغي بزاف. هذه البواطة تشد لك ما شاء الله. يرغي بزاف، ريحته جميلة جدًا. أنا ما لقيتش فرق بينه وبين ماركات أخرى، ماركات كبيرة. الفرق هو في le prix، في السعر. هذا تاع فينوس، البواطة تاع فينوس دير 14,000 حتى 15,000. أما هادوك لي مارك الكبار ما نذكرهمش، حقيقةً يديروا 30,000 35,000 40,000. والله العظيم بالنسبة للرغوة، هذه الرغوة تاعها أحسن بكثير، بكثير. أما العطر يعني العطر، أنا أعتقد إنه العطر تاع الجل دوش في كل الأحوال كي تخرجي من الدوش راهو يقعد في الدوش، سواء تاع فينوس ولا تاع ماركة واحدة أخرى. المهم هذا بالنسبة لهذا الجل. اسكو ننصحكم به ولا ما ننصحكمش؟ أنا ننصحكم به بالبزاف. شروه، حاجة مليحة. أنا دركا هذه البواطة رايحة تخلص لي. نعاود نشريه ولا ما نعاودش نشريه؟ والله بربي إن شاء الله نعاود نشريه. دوكا اسكو نشري فاني ولا ورد، مانيش عارفة. مي أكيد راح نعاود نشريه، خاطر حاجة مليحة وحاجة وطنية كيما نقولوا نشجعوا المنتوج الوطني. وحاجة مليحة حقيقةً، لو كان ما جاتش مليحة ما كنتش راح نهضر لكم عليها وما كنتش راح نشجعكم عليها. كان هذا فيديو اليوم. نتلاقاو في فيديوهات قادمة بإذن الله، ومنتوجات أخرى بإذن الله. ما تنسونيش بالجام والتعليق والاشتراك في القناة باش تشجعوني ونكمل معاكم. نتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله. تهلاو في رواحتكم، بقاو على خير.